في فيديوهات حصرية للعربية وإثر استجوابهم بعد أسرهم لدى الجيش الحر، أكد أحد عناصر داعش أن تعاملهم مع الناس في المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق كان قاسيا. المستجوب من عناصر داعش أكد أنه لا يعرف سبب قتال داعش مع الجيش الحر في سوريا، إلا أنه يقوم بذلك امتثالا لأوامر التنظيم، وبالأحرى قتال داعش ضد الجيش الحر. الحقيقة تعاملنا احنا قاسي مع الناس، ماذا نفر الناس من الدولة. ماذا تراقبون تحركات الجيش الحر؟ والله ما أعرف بالضبط، بس هي جتنا أوامر من القيادة لدولة العراق والشام. من قادة دولة العراق والشام أعطاكم هذه التعليمات؟ الأمير عبد الرحمن فيصل، المعروف أبو فيصل. هذا وكشف أحد عناصر تنظيم داعش المعتقلين طبعا لدى الجيش الحر أنه وإلى جانب عناصر آخرين من التنظيم جاءتهم أوامر بتسليم ضابط وجنود منشقين إلى النظام. وكشف كذلك عن تفاصيل عملية تفجير محطة القطار في الرقة، والتي تولى مسؤوليتها أبو أنس العراقي، الذي قيل إنه أحد عناصر لواء أحفاد الرسول، ليتبين لاحقا أنه كان يعمل سريا مع داعش. حدث مرة من المرات مرور ضابط منشق ومعه 11 عنصرا من قرية المعزيلة، وصار معهم حادث، وجاءتنا أوامر منه القبض عليهم وتسليمهم للنظام. من قام بتفجير محطة القطار في الرقة؟ أبو أنس العراقي، والقائد العسكري لجبهة البحث والتحرير الدكتور سامر الطيراني، كونه رجل موثوق به لدى أحفاد الرسول للصلح، ولكن هو بالحقيقة هو مبايع لنا بشكل سري، وتمت عملية التفجير عن طريقه في المكان المناسب. من الذي منع وصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان التفجير في محطة القطار في الرقة؟ قمنا بإطلاق النار على سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء لمنعها من الوصول إلى مكان التفجير، وقمنا بإطلاق النار على المدنيين الذين حاولوا الوصول إلى المكان لنقل الجرحى وإسعاف الجرحى من أحفاد الرسول. أحد عناصر داعش المأسورين لدى الجيش الحر شرح عن عملية الكتيبة التي يرأسها أبو أنس العراقي في التنظيم، وهي التي تتولى مباشرة عمليات الخطف والاعتقال لقادة الجيش الحر. العنصر المحقق معه أكد كذلك أن أبا أنس العراقي يتلقى تمويلا من النظام السوري عبر العراق وإيران. من هو أبو أنس العراقي؟ قائد كتيبة عسكرية في دولة العراق والشام. أبو أنس العراقي هل هو لقب أم هو فعلا من العراق؟ هو من العراق، وكان يعمل في المخابرات العراقية، والتحق بالصوف في دولة في الرقة بعد أن قام الجيش الحر بتحرير مدينة الرقة. يتم تمويله عن طريق النظام من خلال إيران والعراق. ما هو عمل هذه الكتيبة التي يرأسها أبو أنس العراقي؟ عمليات الخطف والتفخيخ والتفجير واغتيالات قادة الجيش الحر والنشطاء المدنيين المعارضين للنظام.